السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معانا في فيديو جديد هنتكلم فيه عن أفضل طرق للمذاكرة للأطفال من سن سنتين ل3 سنين. هنركز فيه على استراتيجيات فعالة تناسب الأطفال في المرحلة العمرية دي، وهنتكلم على حلول لبعض المشاكل اللي بتقابل الأمهات، منها الذاكرة السمكية للأطفال والأطفال اللي عندهم تأخر في الكلام، وهنعرف أفضل وقت للمذاكرة ومدة وقت المذاكرة تكون قد إيه. يلا بينا نبتدي، بس ناخد بالنا هنتكلم عن الأطفال من سنتين ل3 سنين اللي بيعرفوا يتكلموا، يعني اللي بيعرف يقول كلمة أو كلمتين أو اللي بيعرف يعمل عبارة مكونة من كلمتين. لكن الأطفال اللي عندهم تأخر في الكلام هنتكلم عنهم في آخر الفيديو. خليكم معانا وتابعونا. في المرحلة دي الأطفال بيكونوا متشوقين جدا لمعرفة كل حاجة حواليهم، وبيهتموا جدا بالألوان وبالأشكال وأشكال الحيوانات وبأسمائهم وبالفواكه وبالخضروات. وفي دراسة بتأكد إن الأنشطة اللي بنشغل فيها حواس الطفل زي اللعب بالمواد الحسية بتساعدهم يتعلموا بشكل أحسن. وفي دراسة اتنشرت في Child Development وضحت إن استخدام الأساليب التفاعلية بتساعد جدا على تحسين مهارات الأطفال. استمر. ومن أفضل الطرق استخدام الفلاش كارد. بنستخدم فلاش كارد زي دي مرسوم عليها مثلا صورة حيوان وليكن زي ده، وهنعلم الطفل إن ده اسمه دب ودب بيرد، وهنبتدي ندي للطفل معلومات بسيطه جدا غير معقده عن الحيوان ده. هنقول له مثلا ان ده حيوان ما ينفعش ان هو يعيش معانا في البيت، وان الحيوان ده بيعيش في الاماكن الساقعه، وبنكتفي جدا بالمعلومات دي وبنكتفي باللي احنا قلنا للطفل. هنا احنا بنعلم الطفل ايه؟ علمناه ان ده حيوان وان ده اسمه ايه بالعربي واسمه ايه بالانجليزي، وادينا له عنه معلومتين بساط جدا. تمام؟ في حاجات تانية كمان بنطورها مع استخدام الفلاش كارد، يعني بنستخدم مثلا فلاش كارد ونعرفه بيه اسامي الفواكه واشكالها، ونديله معلومات بسيطه عن الحاجات دي كلها. ده بيكون اثراء لغوي للطفل، وكمان بنشتغل فيها على استخدام مصطلحات باللغه الانجليزيه، وده بيساعد الطفل جدا انه يربط ما بين الصور وما بين الكلمات بشكل افضل واسرع. وبنتطور بالفلاش كارد واحده واحده. بعد كده بنبتدي ندخل الاطفال فلاش كارد عليه الحروف، وسهله جدا في الحاله دي ان احنا نعرف الطفل ان ده اسمه حرف الجي، وان حرف الجي ده لما بنناديه بنقول له الج. كفايه جدا على كده. لو وصلنا بده للاطفال من سن سنتين ل3 سنين هنكون قطعنا شوط كبير جدا جدا ومفيد مع الاطفال. ومع الفلاش كارد دي بنستخدم كمان وسيله ثانيه وهي التفاعل باللمس. بنستخدم الصلصال او الرمل او البازل او المكعبات عشان نعرفه بيها الاشكال والالوان. وان الانشطه الحسيه دي بتساعد جدا بين التنسيق بين الايد والعين، وكده احنا عملنا تفعيل لجميع الحواس عند الطفل. دي بقى النقطه المهمه، هي وقت المذاكره عشان نحاول نحل الصراع اللي بيحصل ما بين الام والطفل في اوقات المذاكره. نبدل كلمه وقت المذاكره بكلمه جلسات تعليميه. بين الاطفال من سن سنتين ل3 سنين وقت الجلسه بيكون ما بين 15 ل 20 دقيقه بالكثير، وده الوقت المناسب لقدرتهم على التركيز. والدراسات بتاكد ان الجلسات اللي وقتها قصير بتكون اسرع وافيد في التاثير على تركيز الطفل وعلى استيعابه للمعلومه. نبتدي بقى نتكلم عن امتى افضل وقت تختاريه علشان تعودي تذاكري لابنك فيه. بتكون بعد ما الطفل بيقوم من النوم مباشره او بعد وجبه خفيفه. الاطفال في السن ده بيكونوا اكتر انتباه وتركيز في الوقت ده، وبالتالي هتكون المذاكره اكثر فعاليه. في اوقات بقى غير مستحبه خالص في المذاكره. اول حاجه قبل فتره النوم مباشره غير مستحبه خالص ان احنا نذاكر. بعد الوجبات الثقيله المفروض ما نذاكرش. بعد لعب فتره طويله المفروض ما نذاكرش. بعد تمرينات المفروض ما نذاكرش. الاربع اوقات دول غير مستحب فيهم المذاكره، بيكون الطفل منهك ومتعب ومش مستحمل وتقعدي انت كمان تذاكري له، ده هياثر على قدرته على التذكر والتركيز. نتكلم بقى على اهم نقطه، وهي ليه الاطفال بتكره وقت المذاكره وبتهرب من امهاتهم ساعه المذاكره. اول ما يسمعوا صوره المذاكره يجي لهم انهيار وعياط وتبقى حالتهم صعبه جدا، وده للاتي: لان الام بتكون عصبيه جدا مع اولادها وهي بتذاكر لهم. لو قالت لهم على معلومه او سالتهم في سؤال ومش عارفين يجاوبوا تعصب عليهم، ساعات بتزعق وصوتها بيبقى عالي، وده بيعمل توتر للاطفال. وللاسف الشديد في كمان امهات بتستخدم الضرب اثناء المذاكره، ودي طبعا حاجه صعبه جدا بتاثر على تركيز الطفل. في حاجه ثانيه كمان مهمه جدا بتخليهم يكرهوا المذاكره، هي عامل المقارنه. بلاش تقارني طفلك بقريبه او طفلك بجاره. الحاجات دي كلها بتاثر جدا على الطفل بالسلب وبتخليه كاره المذاكره وما عندوش ثقه في نفسه، وده بيسبب له احساس بضغط وعدم رضا عن نفسه، وده بيخلي الطفل يكره من وقت المذاكره او يبعد عنها. في السن ده الافضل انك تتجنبي تماما استخدام القلم. في دراسه اثبتت ان استخدام القلم في سن صغير ممكن ياثر على تطور الاصابع ويزيد من خطر الاصابه. في دراسه ثانيه اكدت ان الاطفال في المرحله دي بيحتاجوا يطوروا مهاراتهم الحسيه والحركيه من خلال انشطه مختلفه، مش من عن طريق استخدام القلم.
هتكلم بقى دلوقتي عن الشكوى الشائعه واللي بسمعها كتير جدا جدا، وهي الذاكره السمكيه للطفل. بذاكر له وبينسى، بذاكر له وبينسى. هنعرف ليه بتذاكري له وبينسى وايه الحل في المشكله دي. ساعات الاطفال الصغيرين بيعانوا من حاجه اسمها الذاكره السمكيه، ودي معناها ضعف الذاكره المؤقت اللي بنسميه شورت تيرم ميموري ديفكت. والاطفال في السن ده بيلاقوا صعوبه في تخزين المعلومات لفتره طويله، وده شيء طبيعي جدا لان دماغهم لسه في مرحله النمو والتطور. لو لاحظتي ان الموضوع اكتر من المعتاد، بمعنى انك بتقولي له الحاجه وبينساها في نفس الجلسه وهو قاعد معاكي، هنا في مشكله. يعني ايه؟ يعني انت بتوردي له الكارت ده وبتقولي له ان دي تفاحه، دي ايه؟ تفاحه، دي ايه؟ تفاحه. كررها معاكي مره واثنين وثلاثه، رحتي عامله الكارت كده، رحتي مطلعه تاني وسالتي دي ايه؟ مش عارف. رجعتي قلتي له دي تفاحه، نفس الكارت كده، دي ايه؟ برده مش عارف. هنا الموضوع اكبر شويه من مرحله الذاكره السمكيه الطبيعيه. تعالي بقى نتعرف على الاسباب والحلول. وزي ما قلنا الاطفال في السن ده دماغهم بتكون لسه بتتطور. في جزء في المخ اسمه الهيبوكامبس، هو المسؤول عن الذاكره والاسترجاع للمعلومات، وهو لسه في مرحله النمو. فطبيعي جدا انه ما يفضلش محتفظ بالاجزاء اللي ذاكرها، وطبيعي جدا ان لما نيجي نعمل له استرجاع يكون لسه مش فاكر. فده مش معناه ان عيب في الطفل، وهنا هيكون النسيان شيء او امر طبيعي. حاجه ثانيه من ضمن الاسباب اللي بتخلي الطفل ذاكرته سمكيه ان هو يكون الطفل كثير الحركه، كثير التشتت. ده بيخلي ما عندوش قدره على التركيز ولا على استيعاب المعلومات. والتشتت في العقل ده بيخليهم مش قادرين يركزوا على حاجه واحده لمده طويله. الحل هنا هيكون ايه؟ اول حل هو التكرار. تكرار المعلومات باستمرار بيساعد على تعزيز الذاكره. هتحاولي تعيدي الانشطه التعليميه اللي انت بتستخدميها بشكل متكرر ومنتظم، زي ان انت بتوريه الفلاش كارد اللي انت بتعلميه من عليه كل يوم هو وبتستعرضي معاه المعلومات هي. التكرار حل سحري يا جماعه، علشان كده احنا في الحضانات عندنا بنركز جدا على التكرار كل يوم بنفس المعلومات اللي بنقدمها للطفل بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. الحل الثاني انشاء روتين يومي ثابت، ده كمان بيساعد جدا على تحسين الذاكره عند الطفل. الروتين بيدي للطفل احساس بالامان والاستقرار، ده بيسهل عليه جدا تذكر الانشطه والمعلومات. وفي دراسه اكدت ان الروتين اليومي بيساعد وبيحسن الذاكره قصيره المدى. وكده اكون استعرضت مع حضراتكم الحاجات المهمه اللي بنقدمها للطفل من 2 ل3 سنين وبعض المشاكل والحلول اللي عليها. يلا بقى نتكلم عن نفس الطفل ونفس سن الطفل لكن اللي عنده تاخر في الكلام. الخطأ اللي بتقع فيه بعض الامهات انها مش عارفه مدى استقبال ابنهم واستيعابه للمعلومات اللي بتتقال له، نتيجه انه مش عارف يعبر باستخدام كلمات، مع ان الطفل مش قادر يتكلم كويس، لكن ده مش معناه ان هو مش بيفهم ولا قادر يستوعب. هنعرف ازاي نفرق بين الطفل مستوعب وفاهم اللي بيتقدم له بس مش عارف يعبر بالكلام، ولا الطفل مش مستوعب اصلا ومش فاهم. الاطفال اللي عندهم تاخر في الكلام غالبا بيعبروا عن رد افعالهم باستخدام بعض التعبيرات، زي تعبيرات الوش، من فرح، من سعاده، اشارات بايديهم بيستخدموها. في اطفال بتسمع معلومه فاهماها فبتبتسم او بتهز راسها، ده بيدل على ان هو فاهم الكلمه اللي بيتقال له. فهنا بقى ما نقولش انا مش هعلمه لان هو مش بيتكلم ومش عارف يقول لي اللي انا بقوله له. حاجه ثانيه تعرفي بيها اذا كان الطفل بيستوعب ولا لا، هو اني بقدم له معلومات بسيطه واشوف هيقدر ينفذها ولا لا، زي هات الشنطه، رتب كتبك، هات الالعاب، افتح الباب، ولع النور. لو هو بيستجيب لكل الاوامر دي معناها انه فاهم بس عنده مشكله في التعبير عن الكلام فقط لا غير. ودي طبعا بنصحكم فيها بجلسات التخاطب لانها بتكون هي الحل الوحيد للموضوع. حاجه ثانيه ممكن نستخدمها عشان نتاكد، بصوا كده معايا، لو احنا ورينا الطفل الاثنين فلاش كاردز دي وقلنا له فين الولد اللي بيسقي الزرع، لو شاور على دي اذا هو فاهم ومدرك بس مش عارف يعبر بالكلام. طالما اتاكدنا ان الطفل ما شاء الله قادر يستوعب وفاهم لكن مشكلته في الكلام، هنبتدي نعلمه باستخدام المايند ماب اللي هي الخرائط الذهنيه والفلاش كارد. وفي دراسه اكدت ان دمج الطفل المتاخر في الكلام مع الاطفال اللي بتتكلم سواء في حضانه او في تجمعات مع الاطفال ده بيساعد جدا وبيعزز قدرته على كلامه وسرعه كلامه. وما نوقفش زي ما قلت لكم مذاكره مع الطفل لان ده بيساعده جدا جدا وبيعزز استعداده للكلام. نروح بقى للنقطه الاخيره، اذا كانت الام مش على قدر كافي من التعليم او مش متعلمه اصلا، في حلول عمليه بتساعدها تذاكر لاولادها فعاليا. النصيحه الاولى ممكن جدا تستخدمي الانترنت وتنزلي منه ابلكيشنز تساعدك في مذاكره اولادك. في عندك ابلكيشنز كتير جدا زي مثلا ABC ماوس، زي خان اكاديمي كيدز. الابلكيشن دي سهله ان الام تستخدمها حتى لو مش بتعرف تقرا وكده، بتوفر دروس وانشطه تعليميه للاطفال. تاني نصيحه ممكن تتابعي اي قناه على اليوتيوب بتعلم الاطفال. ممكن جدا تتابعي عندنا صفحه الرياده اكاديمي لان احنا بننزل فيها اصوات الحروف، بننزل فيها اغاني تعليميه للاطفال، يعني ممكن تساعدك الى حد ما. ده الفيديو بتاعنا استعرضنا فيه افضل الطرق للمذاكره مع الاطفال من سن 2 ل3 سنين. اتمنى تكونوا استفدتوا من النصايح اللي قدمتها لكم. لو عندكم اي استفسارات او اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس، واكتر استفسار هيجيب لايك هعمل فيديو تاني جديد عنه. ما تنسوش دعمكم لينا بلايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.
لكم كل المصادر والمراجع اللي استخدمناها في الديسكريبشن تحت. شكرا، السلام عليكم.